السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة إجراءات واستشارات قانونية. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف في المجال القانوني، واللي هو البيوعات العقارية. ما معنى البيوعات العقارية؟ البيوعات العقارية هي ديور أو الأراضي اللي كيتباعوا في المزاد العلني في المحاكم ديال المغرب. وعلاش كديرها المحكمة، وشنو هي الطريقة باش نلقاو هاد المعلومات ديالها في مواقع محاكم. خليكم معايا وغادي نشرح لكم كل شيء خطوة بخطوة. نبداو على بركة الله. شنو هي البيوعات العقارية؟ هي بيوعات كتنظمها المحكمة، وتتكون غالبا في حالات بحال تنفيذ حكم قضائي، تصفية تركة، أو نزاع شي عقار. وهاد العقارات كلها كتباع في المزاد العلني، يعني أي واحد يقدر يشارك، ولكن بالطبع بشروط قانونية. دابا نشوفوا كيفاش ندخلوا ونبحثوا في المواقع ديال المحاكم. كنبداو كما كتشوفوا معايا هاد الخانه اللي انا دايره هنايا. هاد الخانه هي اللي غادي نبحثوا فيها على البيوعات العقاريه، وهي اللي غادا تورينا النوع ديال العقار اللي هو كيتباع في المزاد العلني، على حسب كل واحد وشنو باغي من هاد العقارات. كما كتشوفوا معايا هاد اللائحة هادي، انا تنحاول نكبر لكم الصورة باش تشوفوا. هنا كنهبطوا لتحت اللي على يديكم اليسار، كتشوفوا هنا لتحت غنكبر لكم. هنا كاينه في هاد الخانة هادي كاينه البيوعات العقارية، كنضغطوا عليها وكندخلوا باش تعطينا هاد الجدول هذا اللي كما كتشوفوا معايا. هاد نحاول نكبر لكم الصورة باش تشوفوا مزيان. كتشوفوا هنا كاينين هاد المربعات اللي خصنا نعمروهم على حسب كل واحد فين غادي يشري هاد العقار. كمثال كندخلوا هنا وكنديروا نوع المحكمة، واش محكمة عادية أو لا محكمة تجارية. حنا نديرو محكمة تجارية. من بعد كنجيو هنا وكنختاروا المحكمة اللي تابعة لهداك العقار اللي غادي تشريو من هذيك المدينة. نختاروا محكمة استئناف. أنا غادي ندير المحكمة استئناف التجارية بالدار البيضاء. وهنا غادي ندير المحكمة الابتدائية ديال الدار البيضاء اللي تابعة الدار البيضاء. كما كتشوفوا كنعمروا هاد المربعات بالمحاكم اللي انا غادي نشري منها هذاك العقار اللي غادي يتباع في المزاد العلني في المحاكم ديال المغرب. كما كتشوفوا هنا من بعد ما كنعمروا هذوك الخانات بالمحاكم اللي انا غادي نشري منها هذاك العقار، راه هاد التاريخ هذا راه كيكون اوتوماتيكمون. كما كتشوفوا هنا 28/5/2025 اللي غادي يكون فيه هذاك النهار المزاد العلني. هانتوما كتشوفوا معايا. من بعد ما كنعمروا هاد
هاد المربعات كما كتشوفوا معايا كنديرو كنضغطوا على هاد الخانة ديال البحث، كندخلوا ليها وكتعطينا هاد الجدول اللي كما كتشوفوا معايا. هاد الجدول اللي فيه هنا النوع ديال العقار والعنوان ديال العقار والثمن ديال العقار والتاريخ ديال المزاد العلني اللي غادي يدار في هذاك النهار ديال البيع. واحد الملاحظة اللي مهمة بزاف اللي خصني نقولها لكم، اللي قبل ما تشاركوا خاصك تكون عارف الشروط القانونية اللي غالبا كيطلبوا منك واحد شي كضمانة او وثائق معينة، وهاد البيع راه كيكون قدام القاضي يعني اللي كيتباع فيه هاد المزاد العلني. هادشي اللي كنقول لكم علاش مهم خصكم تعرفوه هو ان ممكن تلقى فرصة يعني تشري شي عقار بثمن مناسب، اولا هذاك اللي معني بالامر اللي عنده يعني الدار ديالو كتنفذها المحكمة في المزاد العلني خصو يعرف طريقة البيع كيفاش كتم هاد البيع العقارات في المزاد العلني. تقدروا تراقبوا في المحكمة وتشوفوا شنو كيدار فيها. دابا وصلنا لنهاية الفيديو، إلا وصلتي حتى لهنا شكرا بزاف على المتابعة، وما تنساوش ديروا لايك وتشاركونا في القناة وتخليو شي تعليق في هذا الموضوع. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.